سنة 1558 تموت ملكة بريطانيا الكاثوليكية ماري الدموية زوجة فيليب الثاني ملك اسبانيا، وملك انجلترا بالاسم طول ما هو متجوز ماري، لكن بموتها هتتولى اختها الاصغر اليزابيث الاولى، وبالتبعية هيخرج التاج من ايده لايد لسه ما يعرفش ميتها ايه. بتعتمد على الشخص اللي هتختاره اليزابيث عشان يكون زوجها وبالتبعية ملك انجلترا. وفيليب لا كان بتاع حب ولا رومانسية، البيزنس والسياسة فوق الكل عنده، فقال لك بدل ما استنى اشوف هتختار مين ويا ترى هيبقى على هوايا ولا لا، وان ما كانش تحت طوعي هيدخلني في حروب ويخسرني جنود ويشغل دماغي على الفاضي، ما اتجوز انا اليزابيث وافضل ملك على انجلترا واضمن ان البلد دي تفضل كاثوليكيه تحت طوع انا. وما ضيعش وقت كتير، بعت لها عرض جواز رسمي وهو لسه مخلص مراسم عزا اختها تقريبا، عايز انجلترا تفضل مجرد قمر صناعي بيلف في مدار اسبانيا. وهي كانت كده فعلا، لا انجلترا ولا اسبانيا ولا اي مملكه من ممالك اوروبا تتخيل، بس مجرد تخيل ان الجزيره المعزوله الوحيده دي ممكن في يوم من الايام يكون لها كلمه في اوروبا. واليزابيث هنا في موقف لا تحسد عليه، البنت لسه مستلمه حكم بلد مفلسه مقسومه دينيا وجيشها ضعيف، ولو رفضت فيليب ممكن تاني يوم بكره الصبح يغزوها ما عندوش مشكله خالص، ولو وافقت هتبقى مجرد خادمه في بلاط ملك اسبانيا وشعبها هيكرهها. ما هي اختها ماري مكروهه من الشعب ليه؟ ده سموها ماري الدمويه. ماري زي زوجها فيليب كاثوليكيه والشعب الانجليزي بروتستانتي، ففيليب والله النهارده الصبح الجماعه دول مش عاجبني بديهم وماله، اضطهد البروتستانتيين حاضر، اقفلي الكنيسه الفلانيه زي بعضه. فلو اليزابيث كانت مشت على نفس خطى اختها واتجوزت فيليب هتعمل زي ما كانت بتعمل، زي ما عايز فيليب يحصل. ففضلت تبعت ردود دبلوماسيه فيها دلع سياسي، دلع ستات يعني. والله انا لسه بفكر، مشغوله بترتيب البيت من جوه وممتنه جدا لعرض جلالتك، وتجرجر في شهر ورا التاني سنه ورا التانيه، وهي في الوقت ده بتبني جيشها وبتقوي اقتصادها وبترسخ مذهبها البروتستانتي في البلد. اي حد بتشك ان هو كاثوليكي متشدد قريب من فيليب عين ليه في بريطانيا بتبعده عنها، وفي الجهه الثانيه بتقرب ليها البروتستانت. واول ما ثبتت رجلها في البلد قالت هلو بالبلد كده وصراحه انا متجوزه بريطانيا، واعلنت انها الملكه العذراء ذا فيرجن كوين اللي مش هتجوز حد ابدا. ومش انت بس يا فيليب، انا هعلنها بشكل رسمي، مفيش راجل هيخش حياتي وبالذات لو كان اجنبي عشان ما يشاركنيش حكم بلدي. واستغلت رفضها لفيليب عشان تبعت رساله للشعب الانجليزي، انا منكم وليكم مش هسلمكم لاي ملك اجنبي. وده عمل روح وطنيه لانجلترا منفصله عن اوروبا، فاصبحت كده منفصله دينيا اجتماعيا وروح وطنيه مختلفه عن اوروبا خالص. هتحارب بعض ماليش دعوه، حملات صليبيه ماليش فيه. عمرك سمعت ان حملات صليبيه مثلا من بريطانيا؟ اكيد هتلاقيهم معظمهم الفرنجه، اسبان، برتغال، عشان انجلترا كانت منعزله ملهاش علاقه بيهم. هتقول لي اكيد فيليب دكها فوق دماغها جابها عليها وطيها. هقول لك ليه يا صديقي، دي المره الاولى والاخيره اللي هيحترم فيها قرارها ومش هيعمل حاجه لبريطانيا، لانه على الناحيه الثانيه في هولندا في شويه لغبيط هناك عايز يحلهم. فيليب كان بيحكم من قصره في مدريد وما كانش بيعبر الهولنديين ولا يسمع مشاكلهم اللي المفروض انها جزء من الامبراطوريه الاسبانيه، ودي من اهم الاجزاء. امستردام غرقانه فلوس. فيليب لما كان يدخل حرب ويلاقي نفسه مفلس ومزنوق، ابسط حاجه يقوم رافع الضرايب عليهم بشكل مستفز عشان يصرف على جيشه. فالتجار الهولنديين اللي هو احنا بنشقى ونتعب وهو ياخد الفلوس يرميها في حروبه، لا كده كتير بجد. بس تعالى اطلع وقول الكلام ده كده وعلي صوتك ووريني نفسك، مفيش منه الكلام ده. لو بس حاولوا يعترضوا يبعت لهم حكام عسكريين كل واحد يحط جزمه في بقه ويسكت، ما اسمعلكش نفس، وتنفذ المطلوب منك كمان وبنفس راضيه. ما عدا جماعات صغيره كده من البروتستانت المتشددين اسمهم الكالفانيين، دول بيؤمنوا بتحطيم الاصنام زي ما الانجيل بتاعهم بيقول. مع كل مذهب في المسيحيه ليه اقواله الخاصه. الكاثوليك ما عندهمش مشكله مع التماثيل، البروتستانت لا، الارثوذكس والله مش عارف، المهم ان كل واحد فيهم يعني مختلف عن التاني. فالكالفانيين دول شايفين ان الكنائس الكاثوليكيه معابد وثنيه، عشان في صيف 1566 تحصل موجه الغضب اللي هتولع الدنيا. جماعات الكالفانيين دخلوا كنيسه من الكنائس وحطموا التماثيل والصور والازاز المعشق والاثار الدينيه بايديهم، بالفؤوس، بالحجاره، اي حاجه ما عندكش مشكله. وده ما كانش مجرد شغب عادي، ده كان اعلان حرب ثقافيه ودينيه صريح ضد السلطه الاسبانيه الكاثوليكيه. رساله مفادها احنا مش عايزين دينكم ولا رموزكم ولا سلطتكم هنا، كل واحد يلم حاجته ويمشي، يا احنا يا انتوا فيها. وبالفعل اول ما توصل المعلومات لفيليب يبعت لهم دوق قلبه الجزار بتاعه، اسس مجلس اسمه الاضطرابات اللي الهولنديين سموه بعد كده بمجلس الدم. صلاحياته ايه بقى؟ عد معايا: الاعدام والمصادره من غير محاكمه لمجرد الاشتباه بس. فاعدم اكتر من 1000 شخص من النخبه الهولنديه، نبلاء،
تجار مثقفين مش من عامه الشعب ولا ناس بسيطه ملهاش لازمه على حد قولهم. يعني انت ما كنتش من الثلاث فئات دول يبقى انت مالكش لازمه عندهم. بتهمه ايه؟ والله الاشتراك في التمرد او حتى التعاطف معاه. وفرض ضرائب جديده المشهور منها ضريبه ال10 اضعاف. القمح اللي انت حصدته ده هتبيعه ب10 اوقيات، اللي هيشتري منك الخباز اللي هيعمل منه العيش هيدفع عليه ضريبه 10%، اللي هتتحمل على مين؟ على الشعب. وكل ما يتم بيع المنتج ده لاكتر من شخص كل ما يزيد السعر وتزيد الضريبه ل10%. وده خنق الاقتصاد الهولندي اللي اوروبا كلها بتتنفس منه. الظلم ده بدل ما يخوف الناس خلى المعتدلين يقلبوا ثوار، واتحدت كل المدن الهولنديه وقرروا ان هم خلاص مش عايزين اسبانيا هنا تاني. واهم شخصيه هتظهر هو امير اورنج ويليام الصامت ابو الامه الهولنديه. الراجل ده كان واحد من اقوى نبلاء هولندا، ومن البدايه اصلا هو موالي لاسبانيا. وبالنسبه للدين فهو مسيحي معتدل، مع الكاثوليك تمام ومع البروتستانت مالوش علاقه. دول ودول عنده واحد. لكن لما شاف فظائع دوق قلبه واعدامه الجاحد لاصدقائه قلبه اتحول خالص، ولقبوه بالصامت مش عشان انه ما بيتكلمش، لكن من مكره السياسي ما كانش بيفصح خالص عن افكاره غير لما تتنفذ في الوقت المناسب اللي هو يحدده بنفسه. عشان في 1568 يعلن التمرد رسميا ويصبح زعيم الثوره الهولنديه، وانضم له مجموعات من النبلاء والمقاطعات وتمركز بيهم في شمال هولندا. ليه؟ قال لك انا هستغل الانهار والمستنقعات اللي في الشمال وهوقف من خلالها تقدم الجيش الاسباني التقيل. دول جيش منظم، سلاح فرسان، جنود مدججه بالسلاح، وانا هشن عليهم بقى حرب عصابات بحريه، هضرب وهجري عشان اقطع خطوط الامداد الاسبانيه من البحر وارهق الجنود اللي على البر معايا. ومين هناك على الناحيه الثانيه بيراقب عن كسب اللي بيحصل في هولندا؟ اليزابيث الاولى مرعوبه من اللي بيحصل هناك. انتصار اسبانيا الكاثوليكيه على الثوار البروتستانت في هولندا يعني ان انجلترا محاصره بين اسبانيا الكاثوليكيه في الجنوب وايرلندا الكاثوليكيه في الغرب، ولو اخذ موانئ هولندا في الشرق هو كده على القناه الانجليزيه، وبالتاكيد هيخليها قاعده عسكريه. وابسط حاجه انه تاني يوم الصبح هتلاقيه بيخبط على باب لندن يقول لها ها هتنضمي لي ولا تبقى زي اخواتك؟ ولو ما عملش كده وربنا هداه فميناء انتيورب في هولندا كان زي سوق العصر. معظم التجار الانجليز عايشين على التجاره من هناك، فلو اسبانيا سيطرت عليه بصنعه لطافه كده هتخنق الاقتصاد الانجليزي. وبالفعل اللي كانت خايفه منه انجلترا انه حصل في اغسطس 1585. مدينه انتيوريب الحيويه استسلمت بعد حصار عنيف من القوات الاسبانيه، والسقوط ده كان صفعه لاليزابيث. فبقى واضح للعالم ان الثوره الهولنديه خلاص بتخلص، ولو انجلترا ما اتدخلتش بشكل علني وسريع الثوره دي هتخلص بشكل اسرع. عشان في 10 اغسطس من نفس الشهر 1585 اليزابيث تمضي معاهده نونتسش مع الثوار الهولنديين على التالي: هنبعت لكم 6400 جندي مشاة معاهم 1000 فارس مدججين بالسلاح لمساعده الهولنديين في اي وقت يحتاجوهم. وده معناه ان العساكر الانجليز هيضربوا نار بجد على العساكر الاسبان عيني عينك. بس هل انجلترا هتدفع رواتب الجنود دول؟ قالت لك انا اللي هتكفل بيهم، بس مقابل ايه؟ قابل انك تمضي لي على مدينه او 2 انا هقول لك ايه هم، اضمن بيهم حقي اللي هترجعه لي بعد الثوره. ترجع لي الفلوس ارجع لك المدن بتاعتك، ده رهن بس لحد ما تكسبه اضمن بيه حقي. ودي يا صديقي كانت المره الاولى اللي انجلترا تدخل فيها بشكل مباشر لصراع بري في اوروبا. بريطانيا طول عمرها جزيره متطرفه في غرب اوروبا، لا ليها دعوه بيهم ولا هم بيعتبروها منهم، ملهاش تاثير سياسي او عسكري في احداث اوروبا اللي حصلت قبل كده. عشان تبقى معاهده نونتسش السيستم اللي هتمشي عليه بريطانيا لقرون قدام. اي حد يسيطر على اوروبا لازم نكسره عشان نفضل احنا في امان. تخيل معايا اوروبا حي فيه 5 عمارات كبار بيمثلوا الدول الاوروبيه الكبرى: اسبانيا، فرنسا، هولندا، المانيا بعد كده، واوروبا الشرقيه معاهم، وانت ساكن في فيلا كده مستقله جنبهم، يقال عليك انك بريطانيا في جزيره جنبيهم. فلو واحد من الجيران دول قدر يسيطر على العمارات الاربعه الباقيه ويوحد الحي كله تحت سيطرته، فاول حاجه هيجي على باله هيقول لك انت كمان تعالى هات المفاتيح الفيلا بتاعتك وتعالى تحت ادارتي. وهنا انت بقيت لوحدك مقابل جيش الحي الموحد، مش هتقدر تقول له لا. فعشان انت تفضل في امان ما ينفعش واحد فيهم يسيطر على البقيه. العمارات ال5 دول يتخانقوا يختلفوا مع بعض، ايه اللي يحصل؟ كل عماره هتبقى محتاجه لمساعدتك انت يا بريطانيا عشان تكسب ضد جارتها. كل عماره بتبعت لك فلوس تعمل معاك تجاره عشان انت الحكم الوسيط اللي هتحرك الخيط من بعيد. كانت البدايه في معاهده نونتسش ضد اسبانيا، عملوها مع هولندا عشان يخلوا اسبانيا مشغوله وما تقدرش تتوسع اكتر. وضد فرنسا في عهد نابليون عملوا تحالفات مع كل اعداء فرنسا: روسيا، بروسيا، النمسا، عشان يكسروا نابليون اللي كان عايز يسيطر على اوروبا كلها. وضد المانيا بعد كده في الحرب العالميه
الاولى والثانيه نفس اللعبه بالظبط، ما دخلوش الا لما المانيا بدات تسيطر وتهدد توازن القوى. رجعوا عملوا تحالفات مع فرنسا وروسيا وامريكا عشان يكسروا القوه المهيمنه، واخرها كانت ضد روسيا في الحرب البارده لما دخلوا في حلف الناتو مع امريكا عشان يوازنوا القوى السوفيتيه. ووصف رئيس الوزراء البريطاني بالمرستون في القرن 19 اللي بتعمله بريطانيا بمبدا توازن القوى. بريطانيا ملهاش لا حلفاء دايمين ولا اعداء دايمين، عندنا مصالح مع الكل وفي اي وقت، وده معناه ان النهارده حليفك بكره ابقى عدوك، ممكن اتحالف مع عدوي القديم ضد عدو الجديد اللي بقى اقوى، بهدف ابقاء اوروبا متقسمه على طول وفي حاله خناق مع بعض عشان مفيش حد يبقى اقوى منهم في اوروبا ويقدر يهدد الجزيره البريطانيه. هم الطرف الاضافي اللي مرشح كافه اي طرف من البقيه. المهم نرجع لإليزابيث وهي بتنفذ معاهده نونتش وبتبعت حبيبها روبرت دودلي ايرل ليستر على راس الجيش الانجليزي، مدياله تعليمات واضحه وصريحه: يا روبرت تروح تساعد الهولنديين دفاعيا بس، ما تعملش فيها ملك وما تاخدش اي لقب وما تستفزش الاسبان اكتر من اللازم، احنا بنلعب لعبه سياسيه مش غزو. تمام يا روبرت؟ تمام. اول ما وصل لهولندا عمل ايه؟ الهولنديين استقبلوه استقبال الفاتحين وعرضوا عليه المناصب والاوسام وبقى الحاكم العام لهولندا، وروبرت من كتر الشوق والمنظره وافق فورا ولبس التاج. يسكت على كده؟ لا، ده دخل في خناقات مع القاده الهولنديين والسياسيين هناك على كيفيه الحكم. روبرت كان عايز الحكم يبقى مطلق زي بريطانيا، والهولنديين بتوع جمهوريات وبزنس واعمال، ما ينفعش الحكم المطلق يبقى للملك اللي ممكن يخنق تجارتهم او البيزنس الخاص بيهم بعد كده. ولما الخبر وصل للندن إليزابيث جالها صرع سياسي. ليه؟ روبرت كسر كلمتها، خلاها قدام العالم كدابه، كانها بعتت جيش عشان تحتل هولندا مش تساعدها. حركه زي دي معناها ان بريطانيا بتعلن سيادتها على الاراضي الهولنديه، وهولندا لسه تابعه قانونيا لاسبانيا. ففيليب الثاني لما عرف بالمعاهده دي: انت كده يا اليزابيث عديتي كل الخطوط الحمراء اللي حاططها لك، انت ما اكتفيتيش انك على مذهب غير مذهبي وقلنا ماشي، بتبعتي لي قراصنه في البحر يقلبوا السفن بتاعتي وقلنا زي بعضه، لكن تبعتي لي جيش نظامي يحارب جيشي في ارضي؟ لا كده كتير فعلا، ومفيش حل غير غزو الجزيره دي بالكامل. وده سرع الحرب جدا اللي اليزابيث ما كانتش جاهزه لها. ده انا بعت روبرت عشان يبطئ الحرب، عشان يدعم الثوره الهولنديه فيديني مساحه من الوقت انا هنا اجهز نفسي. دلوقتي بكره الصبح خلاص اسبانيا هتسيب الهولنديين وهتهاجمنا انا، الله يخرب بيتك يا روبرت. بعتت له جواب مسح بكرامته الارض: لقد فعلت ما لم نكن نتخيله من شخص ربيناه بايدينا، وانا امرك بالخضوع لتعليماتنا فورا. ورجع لانجلترا 1587. فشل انه يحرر هولندا، فشل انه يوحد الجبهه، وبالعكس ساب هولندا وهي بتغلى من الانجليز ونقل الحرب لإليزابيث. عشان في 1588 تنشأ بينهم معركه الارمادا. فيليب جمع نفسه وجمع جيشه وعمل اسطول هو الاقوى في تاريخه، وانجلترا كانت لها جواسيس كتير هناك، فبعتوا لهم جواسيسهم ان خلاص فيليب جهز السفن وهينطلق باتجاه بريطانيا بتنظيم هلالي، السفن الصغيره في الوسط والسفن الكبيره على الاطراف. والانجليز صمموا سفن اصغر في الحجم واسرع، شايله مدافع بمدى اكبر من بتوع الاسبان، فالسفينه الانجليزيه الصغيره تضرب السفينه الاسبانيه الكبيره من على مدى ما يقدرش المدفع الاسباني انه يرد عليها. ولو السفينه الاسبانيه قررت انها تقرب المسافه وتخش على السفينه الانجليزيه هتكون اتضربت من سفينه ثانيه وجروا هما الاثنين. واول لما تشكيلهم الهلالي اتفكك بعتوا لهم الانجليز سفن مفخخه مولعه نار. اول ما شافوها الاسبان السفن اللي كانت لسه محافظه على التشكيل كل واحد قال لك يا فكيك، وجريت وراهم السفن الانجليزيه وقضت عليهم. والسفن اللي بالكاد نجت من المعركه وهي راجعه لاسبانيا قابلتهم العواصف المحيطيه اللي اتسمت بعد كده بعواصف الغضب البروتستانتيه. دول قضت عليهم تماما، حرفتهم عن المسار وخلتهم يتحطموا في الصخور. وما عادتش اسبانيا هي اللي بتهدد بريطانيا، ده بريطانيا هي اللي بقت شايب الاسبان. عشان في العام اللي بعده مباشره في 1589 تبعت إليزابيث حمله بقياده القبطان ديريك للقضاء على ما تبقى من اسطول الارمادا الاسباني. لكن مش كل مره تسلم الجر، انجلترا فشلت فشل ذريع وخسرت اموال وفلوس وجنود، والهبه اللي كانت معاها ضيعتها. ومع استمرار الحرب ضد الاسبان في هولندا وفرنسا شويه الفلوس اللي كانوا مع إليزابيث اللي سرقاهم اصلا من الاسبان خلصوا على الحروب دي. كانت بتصرف في السنه الواحده 400,000 جنيه استرليني، وده رقم في الوقت ده لدوله عاديه يعني لو وقع على كنز ولا يلاقيه زي الاسبان فهو رقم مرعب يوقع ميزانيه دول وقتها. فقالت لك خلاص نفرض ضرائب جديده، لكن البرلمان شايف ان الشعب خلاص جاب اخره ومش هيوافق ولا يستحمل اي ضرائب تفرضيها. فقالت لك خلاص هجمع فلوس من المقربين مني من خلال
بيع حقوق السلع الاساسيه ليهم. فمثلا واحد ياخد حق بيع الملح والتاني حق بيع القمح، وده عمل احتكار للسلع الانجليزيه. الوقت النبيل اللي معاه احتكار الملح ده مثلا وزود عليا السعر 10 اضعاف. الملح ده ماده حافظه للاكل لا غنى عنه، فانا ما عدتش قادر اشتريه، فالاكل اللي عندي خلاص فسد ومعيش اجيب غيره. ده غير قانون حركه التسييج. القانون ده مشى الفلاحين من الارض وحولها كلها لمراعي اغنام ووصوف. ده غير الفضه والذهب اللي الاسبان غرقوا بها اوروبا، قللت العمله فالبطاله زادت، وظهرت لاول مره طبقه المتشردين اللي انا حكيت لك عنها الحلقه اللي فاتت، بقوا يملوا شوارع لندن، وده خلى التاج الانجليزي يطلع قوانين الفقراء عشان يلم الناس دي من الشوارع بالسخره، واصبح المتشرد مذنب لمجرد بس ان ما عندوش شغل. ويتشكل البرلمان في 1601 وهو في قمه الهمجيه، تخبيط على الترابيزات، صوت عالي، مفيش اسلوب للحوار، مفيش احترام للملكه اللي بيتهموها ان الاحتكارات اللي عملتها دي هي اللي دمرت الاقتصاد. فاليزابيث بذكائها الانثوي والسياسه عرفت ان العرش بيهتز منها، فاستدعت 140 عضو وقالت الجولدن سبيتش، خطاب الذهب. قالت لهم انا قد اكون ملكه لكن قلبي قلب امراه، انا ما غلطتش، دول اللي حواليا هم اللي استغلوا كرمي. ووعدت بالغاء الاحتكارات، بس الحقيقه انها لغت الاسوأ منها بس وسابت الباقي عشان الخزانه ما تصفرش. ولذلك تلاقي اواخر عهد اليزابيث مليان اضطرابات وثورات وعكعكه كده ملهاش لازمه، وطول حياتها رافضه تسمي وريث للعرش. يا ستي يهديكي يرضيكي مالكيش عيل ولا تاي، قولي لنا بس مين ولي العهد اللي ممكن تورثيه؟ لا. طب اتجوزي؟ لا. طب انت يعني منمره على حد يعني مثلا هتوليه يعني حبيبك ولا حاجه؟ برضه لا. وده خلق حاله من القلق القومي من اندلاع حرب اهليه بعد وفاتها. لذلك كان وزيرها الاول روبرت سيسيل بيبعت مراسلات سريه لجيمس السادس ملك اسكتلندا لترتيب انتقال سلمي للسلطه من غير علم الملكه. ومين جيمس السادس ده؟ هو الحفيد الاكبر لمارجريت تيودور شقيقه هنري الثامن، عشان تتوفى اليزابيث في 1603 عن عمر يوناس 69 سنه، ومعاها تنتهي اسره تيودور للابد، ويتولى جيمس السادس حكم بريطانيا باسم جيمس الاول. جيمس ده بقى مثقف جدا، لقبوه باحكم احمق في المسيحيه، مؤمن ان الملك بيستمد السلطه من الله مباشره ليس من الشعب او البرلمان، وعقليته دي ادت لصراعات مريره حول الضرائب وصلاحيات الملك. جيمس شايف ان البرلمان ده مجرد اداه استشاريه ياخد برايها او ما ياخدش براحته، بينما كان البرلمان متمسك بحقوقه في الرقابه على الانفاق. فلما وصل لندن 1603 لقى الوضع لا مختلف عن اسكتلندا. اليزابيث سابت له ديون ب 400,000 جنيه استرليني، وده رقم يخلي اي ملك ينام مغموم. وبرلمانها عينه قد كده عليه، مش زي برلمان اسكتلندا اللي هو كان بيمضيه على بياض. البرلمان بيعتبر نفسه شريك في الحكم ومسيطر على الخزنه، وهو الصلاه على النبي مش عارف بيعمل ايه. هو بروتستانتي بس الكاثوليك متعشمين فيه لان امه كانت كاثوليكيه، والبروتستانت المتشددين مستنيين منه ان يمسح الكاثوليك من على وش الارض، وهو عايز يمسك العصايه من النص ويريح باله. فبعت لملك اسبانيا الجديد فيليب الثالث وقال له تعالى يا اخويا فيليب نصفي النفوس، اللي عايز حاجه نديها له. فالاسبان بعتوا وفد تقيل وقعدوا عملوا معاهده لندن في سومرست هاوس، اللي اهم بنودها هو وقف القرصنه الرسميه. جيمس وافق انه يسحب خطوات التكليف اللي كانت تديها اليزابيث لديرك ورالي اللي كانوا بيسرقوا بيها الذهب يعني تحت حمايه الملك. فبقى بالبلدي كده وعلى العلن اللي هيسرق سفينه اسبانيه بعد النهارده هيتحاسب زيه زي الحرامي، ومفيش حمايه من الملك لاي حد. والاسبان قالوا لك ممنوع اي تجاره مع المستعمرات بتاعتنا في الامريكتين، واتفقوا ان التجاره مسموحه بس في المناطق اللي كانت مسموحه ليها قبل الحرب. وطبعا الكلام ده مطاط جدا. الاسبان فهموا انها ممنوعه بتاتا على الامريكتين، والانجليز فهموا انها فرصه طالما مفيش حرب رسميه. وجيمس وافق انه ما يبعتش لا اسلحه ولا جنود لهولندا، وفي المقابل اسبانيا مش هتستخدم القواعد الهولنديه عشان تضرب بريطانيا تاني يا عم. وجيمس هنا يا صديقي يسلم الهولنديين تسليم اهالي، بعد ما كان رايح يحارب لهم بالوكاله الوقت بيقول له بس يا عم انا رفعت ايدي عنهم، اللي انت عايز تعمله معاهم اعمله، انا ماليش علاقه بيهم. ومين تاني يا صديقي زعل؟ التجار الانجليز. دول كانوا شايفين ان مناوشات اسبانيا وسرقه فضتها اربح واسرع من مخاطره تاسيس مستعمرات من الصفر، خصوصا بعد مستعمرات روانوك في 1585 ل 1590 اللي دبرها السير والتر رالي في نورث كارولاينا. دلوقتي المستعمره دي بقى اختفت تماما، 115 مستوطن ضاعوا من غير اثر، واللغز لسه لحد النهارده مش محلول، بيسموها المستعمره الضائعه. كان اول درس ليهم ان امريكا مش سهله، رساله رالي للتاريخ، دي ارض جديده وجميله لكنها تقتل الغرباء. فبعد المعاهده دي خلاص اتصالحنا مع اسبانيا وممنوع نقرصن على سفنهم، فهنضطر احنا كمان نروح نشوف رزقنا في القارتين دول ونعمل مستعمرات هناك، عشان بعد 3 سنين بس انجلترا تستغل الهدوء وتبدا تتعامل مع شركات المساهمه عشان تعمل رحلات للارض الجديده. وشركات المساهمه دول تجار بيحطوا فلوسهم مع بعض،
بعض، والملك جيمس يديهم براءة ملكية تخليهم يحكموا اي ارض يوصلوا لها باسمه، وفي المقابل الملك ياخد خمس الذهب والفضة اللي هيجيبوها من المستعمرات دي. ولو المستعمرة دي فشلت فالخسارة ما بتبقاش على فرد واحد، ده بتتوزع عليهم فبتبقى اخف. وبعتوا اول فوج استيطاني في ديسمبر 1606 مكون من 3 سفن، سوفان كونستانت، جود سبيد، وديسكفري، شايلين 104 راجل. قالوا لهم عدوا المحيط وخليكوا ناحية الشمال، هتنزلوا على ارض يقال ليها الامريكتين، وعلى قد ما تقدروا تاخدوا خدوا طول ما انت مش شايف جندي اسباني قدامك. واول ما وصلوا سنة 1607 قعدوا يحفروا في الارض زي المجانين. بتعمل انت وهو بندور على الذهب زي ما الاسبان بيعملوا، لكن الارض في فيرجينيا كانت وحله وغابات مليانه بعوض الملاريا ملقوش حاجه. وبما ان اللي جايين معظمهم جنتلمان، كانوا ولاد ناس اغنياء رايحين يدوروا على الذهب، ما بيعرفوش لا يزرعوا ولا يبنوا، فالمخزون اللي معاهم من الاكل والشرب خلص. ولولا الهنود في البدايه ساعدوهم بشويه اكل كانت الرحله دي انتهت من اول شهرين وماتوا من الجوع، بل انهم بالفعل ماتوا. لك ان تعلم ان 500 مستوطن فضل منهم 60 بس، لحد ما واحد اسمه جون رولف جاب بذور التبغ من جزر الكاريبي من تحت وزرعها في المستعمره جيمس تاون اللي اتسمت على اسم جيمس، الملك بتاعهم جيمس الاول اللي عمل لهم اول رحله يعني. المهم ان الارض اللي ما فيهاش ذهب اصفر طلعت لهم ذهب اخضر اسمه التبغ. عملنا حلقه كامله بتشرح التبغ ازاي انقذ المستوطنين دول، روح اسمعها جامده جدا. المهم ان انجلترا اكتشفت ان الماده الخام دي اللي هي التبغ اللي هيتحول بعد كده للسجاير بتجيب فلوس اكتر من الذهب. ليه؟ لانها بتخلي الناس تعتمد عليك وتشتري منك باستمرار، فبتتحول لسلعه استهلاكيه هتبيعها تخلصها وتاخد فلوسها وتزرع تاني، فتروح تبيع تاني وتاخد فلوس، وتيجي تزرع فتاخد فلوس تاني، وتدور عجله الاقتصاد. وبما ان التبغ بيحتاج مساحات كبيره لانه بيستهلك التربه، فبداوا يتوسعوا ويعملوا مستعمرات تانية، والمستعمرات عايزه ناس. بصوا قدامهم لقوا الاسبان بيستعبدوا الهنود الحمر وبيجبروهم انهم يشتغلوا بالصخره لحد ما يموتوا، وفي الاخر ايه؟ ما بيعرفوش يزرعوا، اقصد يعني زي ما هم عايزين يعني من الانتاج الاوروبي، عندهم هم معايير خاصه بيهم. فالانجليزي عمل فكره اغبس، قال لاي حد في لندن فقير ومش لاقي ياكل، لو رحت امريكا واشتغلت لك 7 سنين هناك هديك حته ارض ملكك وهتصبح من الملاك في ارض جديده مليانه خيرات يا معلم، وعوم بقى انت فيها. فالنتيجه بريطانيا صدرت المشاغبين والفقراء بتوعها وحولتهم لملاك اراضي في امريكا، وده خلق مجتمع كامل مرتبط بالارض والتجاره مع لندن، مش مجرد معسكر جيش بيلم الذهب وماشي. ده انا قاعد هنا مستقر، هخلف واجيب مراتي وابني يتجوز ويخلف ويبني بيت جنبي، والبيت يبقى 2 والاتنين يبقوا 3 لحد ما ابني هيكل صغير لمدينه اوروبيه جديده. طب خلاص يا باشا، سنه ورا التانيه الوقت لندن يا اما بقت ناس ساكنين في لندن ملاك بتوع عقارات وحاجات ضخمه جدا، والفقراء بقوا ملاك في امريكا ومش لاقيين حد يزرع الارض. قال لك خلاص احنا مش عندنا سلاح وسفن. قال لك قال لك خلاص روح لافريقيا حمل الناس دول من هناك وهاتهم لي يشتغلوا في المستعمرات اللي ملهاش اول من اخر دي، عشان يوصل اول عبيد لامريكا في 1619. ومن هناك تبدا العبوديه بجد بقى. العبيد شافوا المستعمرات الانجليزيه اسوأ ايام حياتهم، عمل بالسخره استعباد قاسي، مفيش اكل ولا شرب، اتخذت كده مره واحده من وسط اهلك، جيت في مكان لسه محدش يعرفه. عشان بعد فيرجينيا ب3 سنين في 1620 تخرج رحله تانية من لندن اسمها ماي فلاور. دول مين؟ دول البيوريتان المتطهرين الكنسيين، بروتستانت متشددين جدا، شايفين ان الكنيسه في انجلترا بايظه وقرروا يهربوا بدينهم عشان يبنوا المدينه الفاضله هناك في امريكا. اصلا عائلات كامله رجاله وستات واطفال، مش راجل عزابي، عندهم نظام تعاوني. اتفاقيه الماي فلاور كان اساس فكره العقد الاجتماعي. نزلوا في حته اسمها بليموس اللي هي ماساتشوستس حاليا، الجو تلج والارض صخريه فمش هينفع يزرعوا تبغ، وكانوا هيموتوا من الجوع اول شتاء. لكن السكان الاصليين للمره الثانيه خاصه شعب سكوانتو علموهم يزرعوا الذره ويصطادوا، فاشتغلوا في صيد السمك وبناء السفن والتجاره، واقتصادهم بقى قائم على مزارع عائليه صغيره، صيد وتجاره ومجتمع اكثر ديمقراطيه. عملوا مجالس بلديات، كنائس مستقله، اسسوا هارفارد في 1636 عشان يخلفوا رجال دين اكتر. لكن بسبب تشددهم الديني في ناس هربت منهم وعملوا مستعمرات تانية زي رود ايلاند وكونتيك ونيو هامشاير. وعلى مدار 125 سنه من 1607 ل 1732 اتكونوا 13 مستعمره كحزام امان انجليزي بيحاصر الوجود الاسباني في الجنوب، فلوريدا، المكسيك، جزر الكاريبي. ورغم ان اسبانيا لسه شايفه ان الارض دي تبعها، لكن مفلسه وتعبانه من الحروب وكل همها تلم نفسها من جوه. بدل ما تبعت اساطيل تحمي تكساس، فلوريدا ابعت الجنود لكاتالونيا، البرتغال اللي عايزين ينفصلوا دول عني، وكده كده هينفصلوا بعد كده. وانجلترا خلاص بدات تملى الفراغ في الساحل الشرقي لامريكا الشماليه، كل ما يبنوا مستوطنه اسبانيا تتضايق. لكن
لكن مش عايزه تحارب عشان مش عايزه مشاكل كتيره مع الاسطول الانجليزي. واوروبا في الوقت ده ماشيه على مبدا اسمه الماركنتيليه. من ابرز الاسماء اللي نظمت وكتبت المبدا ده كان جان بودان في فرنسا في كتاب الجمهوريه 1576. بيقول لك ان قوه الدوله تقاس بكميه الذهب والفضه، ودعم فكره الاكتفاء الذاتي. وكمل من بعديه في 1615 الاقتصادي والسياسي انطوان دي مونكونترين، وشجع الدوله على التدخل لحمايه الصناعه المحليه. اللي عنده ذهب وفضه اكبر هو ده الاقوى، اللي بيقدر يصنع حاجته بنفسه هو ده الاقوى. الدوله اللي بتدعم الصناعه المحليه هي الدوله العظمى. وتخيل نفسك ملك انجلترا في القرن ال17 وال18، عقلك بيقول لك قوه الدوله بتقاس بكميه الذهب والفضه اللي عندك. لكن انا مش زي اسبانيا في امريكا، ما احتكمش على مناجم ذهب. انا كل اللي بعمله بزرع شويه تبغ وباجي ابيعهم في الاسواق الاوروبيه، الناس تكيف وانا اخد فلوس وخلصت. فايه الحل عشان ابقى دوله ذات قوه ذهبيه وفضيه اكبر؟ قال لك المستعمرات اللي انت بتمتلكها دي تنتج لك مواد خام رخيصه، تبغ، قطن، سكر، اخشاب، وتشتري منك انت بس المنتجات اللي انت بتصنعها، ملابس، ادوات، اسلحه، وتمنعها انها تتعامل مع اي دوله غيرها. فالام اللي هي انجلترا عندها المصنع، والابن اللي هو المستعمره بيشتغل في المزرعه او المنجم، وممنوع يفتح مصنع منافس لامه، وممنوع يبيع محصوله لاي حد غير امه، وممنوع يشتري من اي حد غير امه. فالام تكسب هي بس وتبقى اقوى واغنى، والمستعمرات تفضل للابن اللي مستحيل يوصل لمكانه الام. انت نسيت نفسك يا ولا ايه؟ ده انا اللي عملته. وانجلترا حولت الفكره دي لقوانين صارمه، اشهرها قوانين الملاحه في بدايه 1651. اي تجاره من والى المستعمرات لازم أن تكون من خلال سفن انجليزيه. المستعمرات تقدر تستورد من انجلترا وبس. مواد زي السكر والقطن والتبغ والقصب والاخشاب لازم تتوجه لانجلترا في الاول، تصنعها وتعمل منها الماده اللي هتستخدمها، وبعدين ترجع تبيعها لك انت يا مستعمره. لكن انت تعمل مصنع وتنتج المواد الخام دي وتصنعها بنفسك ليه؟ هو انا ماليش حيله ولا ايه؟ وده خنق المنافسه الهولنديه، وضمن ان انجلترا هي المسيطر الوحيد. ما انت هولندا برضو عامله زي العيل كده الصايع اللي اي حد عنده تجاره لازم تروح وتتاجر معاه. فعندك الامريكتين دول عندهم موارد هائله وباسعار رخيصه، ومش قادر اشتري من عندهم. بسبب مين؟ بسبب انجلترا، اللي لو مستعمره اتظبطت وهي بتصدر لاي حد غير انجلترا، السفن والبضاعه تتظبط وتتغرم، وممكن ينزل عليهم عقوبات كمان. فمزارع التبغ في فيرجينيا تزرع التبغ وممنوع تبيعه مباشره لهولندا اللي ممكن تدفع ضعف السعر، وملزم يبيعه لتاجر انجليزي في ميناء امريكي، والتاجر الانجليزي يحمله على سفن انجليزيه ويروح بيه لانجلترا في الاول، يدفع عليها ضرائب جمركيه، وفي انجلترا ممكن يعاد تصديره لاوروبا عادي. فالمزارع الامريكي بياخد اقل سعر، والتاجر الانجليزي والامبراطوريه الانجليزيه بياخدوا الارباح الكبيره كلها. وطبعا المستعمرين الامريكيين مرضوش بالظلم ده، فنشأت شبكات تهريب ضخمه، كانوا بيتبادلوا مع جزر الكاريبي الهولنديه والاسبانيه، يدوهم الخشب واللحوم ويستوردوا منهم السكر والملابس ارخص. هتقول لي مش لسه قايل ان انجلترا كانت بتعاقب اللي بيعمل كده؟ هقول لك يا صديقي المساحات واسعه جدا، هي مش زي دلوقتي، ده كانوا كل شويه ملقحين في حته، فمستحيل انجلترا تقعد تعمل لي حصار على القاره كلها يعني. ولما انجلترا فرضت ضرائب جديده زي قانون السكر في 1764 والدمغه في 1765 عشان تدفع تكاليف حربها مع فرنسا، الغضب انفجر. قالوا لك مفيش ضرائب من غير تمثيل في البرلمان، عشان يكون ده العصب الرئيسي لثوره 1776. المستعمرات عايزه تتحرر من القفص الماركنتيلي. مبدا الماركنتيليه يا صديقي غريب جدا. من ناحيه نجح انه يخلي انجلترا قوه صناعيه جباره في خلال القرن ال18، والناحيه الثانيه خلى المستعمرات الامريكيه تبدا تظهر عليها نوع من ايه، اللي هو الناس دي ممكن بعد كده تكون ناس صناعيه، وبداوا يتطوروا اقتصاديا واجتماعيا بشكل مستقل، عشان كل ده يتاخد لمرحله تانية خالص باكتشاف الفحم اللي هيغير قوانين الصناعه والتجاره بين امريكا وانجلترا ودول اوروبا والعالم كله بعد كده. وده هيكون موضوع الحلقه الجايه ان شاء الله. ولحد كده يا صديقي اكون خلصت معاك حلقه النهارده، ارجو انك تكونوا استمتعتوا واستفدت. كان معاك احمد، سلام.